حل فاتح ماي هذه السنة على وقع نبرة مختلفة امتزج فيها الطابع الاحتفالي التقليدي بروح احتجاجية واضحة عكست حجم التوتر الاجتماعي وتنامي مطالب الشغيلة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي صعب. وهبة العطلاتي نائبة الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو مكتب المجلس الوطني للاتحاد. نحتفل هذه السنة بفاتح ماي. كنا نود الحقيقة أن يكون احتفالا ولكن هو احتجاج على الحصيلة الصفرية للحوار الاجتماعي. كما شفتوا يعني ما كاين والو، ما كاين حتى حاجة. هذا العام يعني كانت سنة اجتماعية صفرية. أيضا يأتي الاحتفال في وضع اجتماعي متأزم صفته الأبرز انهيار تام القدرة الشرائية للمواطنين، استفحال الفقر، يعني تفاقم الهشاشة الاجتماعية، التجاهل التام للعديد من المطالب العديدة للفئات الاجتماعية. في الحقيقة هذه الحكومة اللي رفعت شعار الحكومة الاجتماعية أتت على الأخضر واليابس. هي يعني واحد الحكومة بامتياز، حكومة ديال تضارب المصالح، حكومة اللي يعني ما جابت حتى حاجة للشغيلة المغربية. وأيضا خرج علينا هذا قانون الإضراب اللي هو قانون في الحقيقة بهذه الصيغة الحالية يقيد ويكبل الحق المكفول دستوريا. ولهذا كنقولوا ان هذه السنه فاتح ماي او تظاهرات فاتح ماي هي بالطابع الاحتجاج ماشي بالطابع الاحتفال. خرجت المركزيات النقابية كعادتها إلى الشوارع والساحات، لكنها حملت هذه المرة خطابات أكثر حدة ربطت بين تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وبين ما اعتبرته بطئاً في الاستجابة الحكومية لمطالب الشغيلة. داود عبد العزيز نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابة وجدة. فاتح ماي عوض أن يكون يوم عالمي للاحتفال بالإنجازات والمكتسبات، للأسف هذه السنة كان يوم الاحتجاج على غلاء الأسعار، غلاء أسعار المحروقات، المواد الأساسية، المواد الأولية، الاحتجاج على تدني المرافق العمومية من صحة وسكن وتعليم إلى آخره، احتجاج على العدد الكبير نتاع العاطلين عن العمل مدينة وجدة، حيث أن المدينة كتحتل مراتب متقدمة في عدد العاطلين عن العمل. وجينا هنا باش نحتجوا، باش نطالبوا بديل اقتصادي يضع حد للهشاشة والإقصاء اللي كيعانيوا منه سكان المدينة. طرقات مدينة وجدة كاملة مهترئة، الإنارة العمومية منعدمة في مجموعة من الأحياء وخاصة الأحياء الشعبية والبؤر السوداء في مدينة وجدة، الشيء اللي سهل العملية المنحرفين باش يمارسوا النشاط الإجرامي في السرقة وفي السطو. وهذه مناسبة كذلك باش نضربوا موعد يوم 7 يونيو باش غادي نخرجوا مسيرة أخرى حاشدة ضد الغلاء وضد الزيادة في أسعار المواد الأساسية والأولية. ويأتي هذا التحول في سياق اقتصادي يتسم بتقلبات واضحة زادت من حدة الاحتقان ودفعت النقابات إلى تبني خطاب أكثر تصعيدا. حسن بن عاشور الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كنحلدوا فاتح ماي 2026 بالتعبير على التذمر ديالنا والاستياء من تعاطي الحكومة مع المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار الحوار الاجتماعي، والذي لم تقدم فيه الحكومة أي شيء بفائدة الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية في لحظة اللي كيكتوي فيها الشعب المغربي من الغلاء الفاحش وتنامي البطالة والإقصاء والتهميش. هذه الظروف بطبيعة الحال كتشكل واحد الخطر كبير على الأمن وعلى السلم الاجتماعي. وبين الاحتفال والاحتجاج يظل السؤال مفتوحا: هل يتحول هذا الزخم إلى فرصة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، أم أنه مجرد محطة أخرى في مسار طويل من المطالب المؤجلة؟